السؤال اللي دايما بيجي لي انا لما باجي ازود الميزانيه بتاعت الاعلان بتاعتي، سعر التكلفه بتاعي بيزيد. طيب انا دلوقتي بمول ب 200 جنيه، سعر الرساله كان معايا 3 جنيه، لما صرفت 400 جنيه او ضغطت الميزانيه ل 400 جنيه، سعر الرساله عندي بقى 5 جنيه وبقى 6 جنيه ولسه بيزيد. تمام، ازاي احل المشكله دي او اعالج المشكله دي؟ لو انا كنت بتست على كامبين معينه وجابت معايا نتيجه كويسه وعايز اكبر البادجت بتاعي او عايز اكبر الميزانيه بتاعتي، تعال اقول لك الطريقه الصحيحه اللي احنا نزود بيها الميزانيه بتاعت الاعلان بتاعنا من غير ما سعر التكلفه بتاعي يزيد. لو انا هنا شغال بالميزانيه اليوميه، تمام، فبننزل تحت شويه كده بعد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء بنلاقي حاجه اسمها زياده الميزانيه اثناء فترات محدده. يعني ايه؟ يعني هنا فيسبوك بيقول لك لو انت عايز تزود الميزانيه بتاعتك بطريقه صحيحه لازم تزودها لفترات معينه وبنسبه معينه. ايه هي النسبه دي؟ النسبه دي هي 25%. نضغط على العلامه اللي هي بتاعت زياده الميزانيه اثناء فترات معينه، هيطلع لك كل ده بالشكل ده. طبعا انا مش عايزك تتخض ولا حاجه، احنا كل اللي احنا هنعمله هنقول له زود لي الميزانيه بنسبه مئويه مش بمبلغ، وهنقول له هنا زودها لي بنسبه 25%، وهتلاقيها هو كاتبها لك دايركت. انت عايز تزود بنسبه 25%، طبعا هي متاحه انك تزود النسبه دي او تقللها، ولكن هو كاتبها لك لان هي دي النسبه الصحيحه اللي انت تزود بيها اعلاناتك. هو هنا هتقول له بقى تاريخ الانتهاء، يعني هنقول له مثلا انا عايز خلال شهر، يعني شهر فبراير 28 فبراير، يبقى انا من اول النهارده اللي هو 21 يناير لحد 28 فبراير كل يوم بشكل يومي هتزود لي النسبه بتاعه الاعلانات بتاعتي 25%. يعني لو انا بصرف 200 جنيه هتزيد عليهم نسبه 25% كل 24 ساعه على الميزانيه بتاعتي. دي افضل طريقه تزود بيها الميزانيه بتاعتك من غير ما التكلفه بتاعتك تزيد. جربها، ولو في مشكله معاك برضو ممكن تكتبها لي.